صينيتنا صارت جاهزة، وهي أحلى صينية كبة ممكن تعمل. وصفتنا اليوم كبة بالصينية، أكلة كتير طيبة وسهلة كتير. لحتى نعرف كيف الوصفة بتتحضر خلونا نتابع الفيديو. بس قبل ما نتابع الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتعليق حلو مثلكم لتوصلكم وصفاتي باستمرار. نحط بصل النار كتير طيب مقمرة من الطرفين وغير شكل. لحتى نعرف كيف الوصفة بتتحضر خلونا نتابع الفيديو. 3 كاسات برغل بدهم كاستين مي مغلية. إذا استعملتوا كيلو برغل بده 2.5 كاس مي مغلية. منحرك البرغل مع المي السخنة. راح اتركهم مغطيين ربع ساعة. بعد ربع ساعة تفتحت معنا حبات البرغل. كل كيلو برغل بده ربع كيلو لحمة. لحمة عجل أفضل من لحمة الغنم. بدنا نحط بصلة، ملح، دبس فلفل اختياري، مكون اختياري، كمون نص معلقة صغيرة، فلفل أسود. هلا إذا ما عنا ماكينة لحمة بنجيب اللحمة ناعمة والبصلة بنبشرها بشر وبنعجن كل المكونات تقريبا 10 دقائق لحتى عجينة طرية وناعمة كتير. أما أنا رح أستخدم ماكينة اللحمة، رح أطحنهم وورجيكم إياهم بعد الطحن. إذا ماكينة اللحمة بدنا نطحنهم وشين. وهيك بعد ما طحناهم بماكينة اللحمة هلا بدي أعجنهم كتير منيح بإيدي لحتى يختلطوا كتير منيح وتصير معنا عجينة كتير ناعمة. وهلا نعمت معنا العجينة وصارت بهالشكل. هذا القوام مطلوب لهالعجينة. هلا بدنا نتركها ترتاح ونحضر الحشوة. معلقة سمنة كبيرة بس تسوخ معنا السمنة وتحمى بننصب فوق اللحمة المفرومة ونقلبها لحتى يتغير معنا لونها. أنا استخدمت 300 جرام. إذا عملتوا كيلو برغل بدكم نص كيلو لحمة مفرومة. بس تغير معنا لون اللحمة بدنا نضيف نص معلقة صغيرة 7 بهارات، رشة قرفة رح تعطيها نكهة كتير طيبة، وملح، ونقلب لحد ما يتغير لون اللحمة. جاهزة معنا، فينا نحط لها جوز أو صنوبر. أنا رح أحط لها جوز مفروم. رح ندهن صينية الفرن بالسمنة. طبعا قسمنا عجينة الكبة لنصين متساويين. هلا أول نص بدنا نفرده بسفل الصينية ونملسه كتير منيح لحتى ما يكون في أي تشققات، وفينا نستخدم المي لحتى تساعدنا على هاي الشغلة. وراح نفرد الحشوة فوق الطبقة الأولى. رح الجوز رح نكبس الحشوة ونمد النص الثاني فوق الحشوة ونرصهم كتير منيح، ونملس الوش كمان بالمي لحتى يكون بدون أي تشققات. وهيك صارت جاهزة معنا. وهلأ دور إنه نقطع. وهلأ بدنا نزينها بلوز أو صنوبر على الوش، ومنحط معلقتين سمنة كبار ومنوزعن على الوش، ومناخد صينيتنا على الفرن محمى من فوق ومن تحت. بتاخد معنا خبز حوالي 35 ل 40 دقيقة.